الكم ديال لي دوكيومون ديال الدراسه مرتبطه بالفساد في وزاره الصحه. سي عزيز مرحبا بك. سي حميد شكرا على الاستضافه، كما تيقولوا وعد الحر دين. شكرا سي كما عزيز. وعدتك. شكرا بزاف سي عزيز. سي عزيز، ما قصه هذه الشكايه؟ بدايه الشكايه كتجي في سياق معين. السياق هو ان هناك مجموعه ديال الاساتذه الجامعيين اتصلوا، عندهم مجموعه ديال الوثائق هي هذه المستندات ديالك. انا عمري ما توصلت بهذا الكم ديال لي دوكيومون ديال الدراسه مرتبطه بالفساد في وزاره الصحه في مختلف المصالح ديال وزاره الصحه. اثناء الاطلاع عليه، اولا ان هاد الاشخاص ما قدروش يبلغوا، ما قدروا يديروا حتى حاجه خوفا على حياتهم بشكل واضح. لهذه الدرجه؟ قال لك حنا ما قادرين نديروا حتى حاجه لان خايفين على اولادنا وخايفين على حياتنا، لان الملايير ديال الفلوس، وكذلك بعض المافيات يمكن نسميوه بهذا الاسم، ان هناك مافيات كتستغل الوزاره ديال الصحه من اجل الاغتناء. اذا انا فاش بديت تنطلع انشطه مختلفه، الادويه، كلشي العقار، اللي بغيتي. نعطيك مثال، مثلا نخلي هذا الدوسي غادي نرجعوا ليه من بعد، ونعطي مثال باش تبان للمغاربه الفرق كي داير. مثلا هنا واحد المارشي، من هنا خاصه كاين لي مارشي اللي كيداروا. فمثلا ها انت هذا المارشي كان خاص لي رياكتيف ديال لي زاناليز، دار المارشي كانوا جوج ديال الشركات اللي حطوا الطلب ديالهم. شركه حطات الطلب كامل ديال لي رياكتيف 3 مليون و800 الف درهم، 380 مليون بكل شيء. والشركه الثانيه حتى هي اللي حطات الطلب حطاته ب 14 مليون درهم. اذا عندنا 3 مليون و800 الف و14 مليون ديال الدرهم، يعني مليار و400 مليون. وفي الاخر الشركه اللي عطات مليار و400 هي اللي خدات المارشي. علاش؟ هو هادشي اللي خدامين فيه دابا، ان لا سوميسيون كانت 360 مره اكثر من المنافس. مصيبه. هذا غيض من فيض. كان البرلماني هشام المهاجري امام وزير الصحه تار نقطه بحال هذه ديال لقاو بانه واحد الفلوس صحيحه في ديك الصفقات. الوزاره واحد دارت صفقه مباشره، لقات الفلوس اقل من داك الشيء اللي كيدار. قلتي بان ملي درتي صفقات تفاوضيه في 150 مليار، لان 36 مليار ديال لي رياكتيف ما نقدروش نقارنوهم بالاثمنه لانه منتوج جديد. في 150 مليار لقيتي النقص حتى ل 20%. هذا اعتراف مسجل في اللجنه. وإلا طلينا على الميزانيه ديالك، عندك 440 مليار سنتيم في الام دي دي، على 1 المليار في لي سيغما، على 1 المليار في لاكاس ديال مليار وشي حاجه في لاكاس ديال لا فارماسي سونترال، يعني 6 المليار. الا ضربنا ديك 20% اللي تكلمتي عليها لقيتيها كتزاد، هي 120 مليار ديال السنتيم السيد الوزير. هذا باعترافك. يعني الصفقات قلب على هاد 120 مليار فين كانت كتمشي، كيتخيطوا الصفقات ويتقادوا. يعني كيديروا واحد انا قلت لك هاد لي دوكيومون كاملين فيهم كاع الوثائق كامله هادشي كامل فلوس. هادشي كامل عيدو زبادين؟ لا طبعا. اذا انا قلت فاش بديت نتصفى على الاقل قراءه اوليه. الشكايه اللي درتو دابا النيابه العامه فيها؟ لا انا نجي لك الشكايه. فاش بديت كنتصفح هاد لي دوكيومون لقيت هاد الملف كيبان اصغرهم، ولكنه اخطرهم. طبعا اخطرهم. علاش؟ لان وداك الشيء علاش خديت عطيته الاولويه وما درنا حتى شي حاجه حتى مشينا وضعنا الشكايه لدى النيابه العامه. مع الاسف الشكايه وضعناها نهار الجمعه، كنا كنتسناو النيابه العامه تحرك بسرعه كبيره، وكما قلت كان خص دير في 24 ساعه على الاقل يتصلوا بنا كجمعيه ويقول لك اننا بدينا البحث باش نوقفوا هادشي. ما تواصلوش معكم؟ ما تواصلوش معنا، لذلك التجأنا للاعلام، لان هذا فيه خطر يومي على المغاربه، ماشي خطر اسبوعي، ماشي صفقه، ماشي هذا. الملف وما فيه ان نهار 24/7/2019 هذا هو التاريخ، نهار 24/7/2019 في مركز التحقن ديال الدم في الدار البيضاء جا مواطن عطى الدم، داز الدم ديالو في التحليل لقاو فيه السيده. طبعا فاش كناخذوا الدم كيتقسم على 3 ديال لي بوش. فاش تعرفات هذه المساله كي تعرفت؟ لان هما عندهم طلعت لهم في لي زاناليز ان كاين واحد البوش اللي الرقم ديالها 0519 213 86 05 انها سيرو بوزيتيف. فاش قلبوا ما لقاوهمش. كانوا خرجوا، قلبوا عليهم، بداو تيقلبوا
المديره التعليمات وداك الشيء بداو ديك الساعه تيقلبوا فينا هما هاد لي بوش ديال الدم. المشكل اللي كان هي ان واحد البوش لقاوها تعطات لواحد المواطنه في ان كلينيك بريفي في الدار البيضاء، ولا بوش الثانيه تعطات للمستشفى بن رشد 20 غشت في الدار البيضاء، والبوش الثالثه هي اللي لقاوها. اذا قدروا يعزلوها. شحال بقات اللي ما معزولاش اللي بقات جوج مشاو المواطنات خداو الدم دلعوه ما لا يعرف دابا فين كاين. ما طبعا لا، هذا هو المشكل، ان من خلال هذا التقرير اللي عندنا ان الوزير في اخباره وهو اللي طلب ان الملف يتسطوى. هذا على حسب التقرير اللي عندنا احنا واللي عطيناه للنيابه العامه باش تحقق فيه. شنو هو التقرير اللي كيقول بان الوزير في راسو؟ ها هي قراها. Monsieur le ministre était bien mis au courant par plusieurs canaux, notamment les conseillers ont été donnés pour étoffer d'affaires. وشنو دار؟ انا قلت لك تعليمات اعطيات من اجل ان هذا الملف يتجمع ويتسطوى. انا حتى توصلت بهذه الملفات كنقلب لقيت هذا. اذا حنا داخل الجمعيه كنا ما بين خيارين، اننا نخرجوا للاعلام هو الاول، او لا نسبقوا النيابه العامه. طبعا الاستشاره كانت مع النقيب الجامعي ومع المحامون ديال الجمعيه الاستاذه سعاد براهما وكذلك الاستاذ صدقو. كان القرار هي اننا نقدموا شكايه للنيابه العامه وننتظر واحد 48 ساعه ولا 72 ساعه. انا ذاك سنخرج للاعلام. لا قبل ما نكمل معك سي عزيز، خلينا في الوزير. عندكم معطي شنو الوزير دار كاع من انا قلت لك اللي عندنا هي انه تم طلب باش هذا الملف يتجمع ويتسطوى. هكا وي. وعلاش شنو مصلحته الوزير؟ علاش يقول ما بغاش الصداع؟ ولكن كيفاش يغامر بصحتنا؟ انا تنقول لك هذا الشيء اللي وقع. اذا احنا علاش مشينا للنيابه العامه؟ اولا خصنا نوصلوا لهاد جوج ديال النساء، لان فاش كنهضروا على جوج النساء الا كانوا مزوجين ومن 2019 حتى لدابا يعني 4 سنين هذه بالضبط، لان في شهر 7 فاش وقعت، دابا حنا في شهر 7 مده 4 سنين. اذا الا كانوا مزوجين دونك الازواج ديالهم يكونوا اصيبوا، الا ولدوا شي دراري غيكونوا الدراري حتى هما مرض، بقى شي واحد الشيتا بروسادون مشى مانيبيلات شي حاجه ديال الدم كاع في شي جرحى ولا هذا. دونك كاين مجموعه ديال المشاكل، كاين لاطاش غدا وكتكبر. في حين ان اللي كان مطلوب من الوزاره هي ان فاش تعرفت الملف غنجيبوا دوك جوج ديال العيالات نقول لهم شنو وقع. الخطا وقع خطا عادي. اذا كان ممكن نصيفطوهم من الميريكان ولا فرنسا يتستريطوا بار لا بريمير لين ديال لي ميديكامون فور اللي كاينين وغادي يرجعوا بشكل عادي. عندكم معطيات على الوزير فوكاش عرف اللحظه؟ ما عندناش. حنا اللي عندنا هي ان الوزير في اخباره. واش كانوا امام صعوبه مثلا؟ لا ما كاينش هذا الشيء. لا الخوف من زرع الفاز. كاينه واحد التهمه زرع لا ما نقولوش تهمه، يعني الفزع وسط الناس. ربما هي الوزاره خافت من هذا الشيء. ما فيش الفزع، هذا الشيء فيه تصرف بعقلانيه. ان عندك انت امام حاله، علاش؟ لان نورمالمون هادو سو سون دي كا اللي خص الوزير تكون في اخباره في ذاك النهار. ما يمكنش انا حاله بحال هكا ما كتوقعش بزاف. راه كنظن باللي ميم فاش كترجع لليزانال كتلقى داكشي ديال ليبيا وديال فرنسا ديال فابيوس هما اللي كانوا قبل. وان مثلا في لوكا ديال فابيوس ديال لي بلاكيت دو سون اللي كانوا تعطاو لالمانيا واسبانيا وايران، ناخذوا المثال ديال ايران اللي كانوا خداو ديك الساعه لي بلاكيت كانوا 209. فاش جاو تيقلبوا، فاش تعرفات لافير بداو تيقلبوا لقاو 1119 واحد الذي اصيب. اذا من 209 ل 1100 طبعا. يعني دابا انت كتقول هذه الحاله اللي طبعا دابا تكون انتشرت بشكل طبعا لان من 2019 4 سنين. اذا هنا حنا داكشي علاش مشينا للنيابه العامه. ما عندكمش معطيات على الارقام شحال كاين دابا في السيده في المغرب؟ كاين السيده ولكن ما يمكنش نهضروا فيها كيهضروا على 0.01. ولكن المشكل اللي عندنا في المغرب هي لو ديبيستاج، البحث على السيده ضعيف جدا. لان لما وصلناش نديروا في العام، لان دابا في العام كنديروا واحد 650 الف تيست. الا ما وصلناش للمليون تيست في العام ما يمكنش تكون عندنا صوره واضحه على الوضعيه. اذا المشكل اللي عندنا السياسي ولا الحقوقي بشكل قوي هي المسؤوليه ديال الدوله في هذا الشيء. لا اولا الا سمحتي لي عزيز، مثلا غير في كورونا كتبان الدوله المجهود اللي دارت في لي تيست في اللقاح، يعني كان مجهود كبير جدا وبان بانه واحد الاهميه كبيره. بصح بهذا المنطق السيده وخطورته، علاش التيستات هنا ضعف السيده؟ علاش زعما ما لا لان الدوله مخليه لي تيست الاكثريه عاطيهم للجمعيات المجتمع المدني لا ال سي اس ولو بالس وهذا. وكاين عندنا مشكل ميم في لي تيست. مثلا نعطيك مثال، واحد الوقيته ديك الساعه باقي مش في الجمعيه في الائتلاف المغربي للحق بالصحه كنا طالبنا لنا دابا لي تيست ديال السيده كيديروا 50 درهم
وكنا قلنا يتبدل القانون ويوليو لي تيست كيداروا في لي فارماسي وكيداروا بارتو، ولكن الدوله ما بغاتش. كاين مثال اقوى من هذا، النهار اللي كتتناقش مدونه الاسره علاش ما بغاتش، لان ما بغاتش توقف على الحقيقه ديال شحال ديال الناس اللي مرض بالسيده. فاش يضرها؟ انا تنقول لك علاش، ان بعض الدول مثلا بوتسوانا فاش كانت عطات الرقم ولقاو عندهم اكثر من 25% مرض بالسيده، كاع المستثمرين هربوا. السياحه والاستثمار. اذا الناس كتهرب، دونك ما كتبغيش الدوله توقف على الحقيقه قلت لك. فمثلا من بين المطالب اللي كنا طالبنا في الجمعيه نهار اللي كتتناقش مدونه الاسره مع سعيد سعدي، كنا قلنا على الاقل هذاك السيرتيفيكا نيبسيا اللي كتعطى ديال الوضعيه ديال الصحيه ديال الزوجين انه يدار فيها التيست ديال السيده. وما بغاتش الدوله. قلنا على الاقل بما ان الواحد غادي يتزوج على الاقل يدير تيست ديال لا ليباتيت سي لا السيده، باش ديك الساعه تبان لنا الوضعيه بشكل واضحه ديال الحالات. مع الاسف كاينه بحال اللي كيقولوا الدوله ما بغاش تشوف الحقيقه ديال الوضعيه، اذا كتحاول انها تخبى. اذا كما قلت لك ان لو دوكيمون فيه كاع المعطيات، عطينا نسخه منه للنيابه العامه وعطينا الشيكايه، حتى الان باقي ما كاين والو. شحال اليوم من الجمعه؟ من الجمعه. يعني اليوم هذه مع العلم على ان الحالات بالنسبه لنا حنا بحال شي كونتور خدام ما كيحبش. اذا على الاقل كان خصنا نمشيو عند جوج النساء نجيبوهم نشرحوا لهم الوضعيه شنو وقع. ربما تكون النيابه العامه دابا خدمت يعني وحنا ما عندناش، حنا اللي حاطين الشكايه كان خصنا نتخبروا. المفروض خصكم تخبروا طبعا. لان هذه صحه المواطنين. وحنا ما كنقلبوش على الباز ولا هذا، بدليل اننا مشينا حطينا الشكايه اون بون يونيفورم، واللي طلب منا شويه ديال الوقت هو اننا كان خصنا ندرسوها بشكل دقيق. وانا كما قلت لك شحال ديال الملفات باش تلقى واحد من وسط منها سيتي ان كو دازار. يعني كيبان لك هاد الملفات الكبار كتقول هما الاولين لان فيهم بزاف ديال الفلوس، ولكن لقينا في هذا الملف الصغير باقي الشيء الاخر يمكن نلقاو شي حاجه. بالنسبه لكم هذاك اولويه طبعا لان فيها صحه المواطن، لان كتهمني وكتهمك. لان غدا انت حميد مشيتي لان كلينيك تاخذ الدم، خديتي الدم معاه. اذا هنا علاش فين كاين الخلل؟ باش نرجعوا للخلل المرتبط بالتدبير. لان في الدول المتقدمه لو تريتمون في السونتر ديال مراكز الدم كامل الي اوتوماتيك 100%. يعني كتعطي الدم كيتاناليزا، الا كان ديك الساعه كيتحيد، ما كاينش تدخل الانسان، ما كاينش، كلشي كيدوز بشكل الي. في الدول اللي ما عندهاش الامكانيات كتخدم بلي بير، يعني اي حاجه كدار في مركز تحقن الدم تيكونوا جوج الناس باش كتقدر تتبع السلسله باش ما طيحش في هذه الاخطاء. لان السيده راه ماشي شي حاجه. دابا هاد النساء ولا هاد المصابين ما بانوش لينا، لان الاعراض ديال السيده كتبان بعد 10 سنين 15 عام. 10 سنين تيبانوا الاعراض. اذا دابا هاد 4 سنين اللي ضيعنا من الحياه ديال المواطنين شكون يتحملها؟ اشنو هو التعويض اللي يمكن نعطيو لهم؟ وشنو الخطوات ديالكم ما بعد هذه الخطوات ديال لا حنا الصم ديالها من غير هذه الخطوه اللي ديالنا هذه الاعلامات؟ لا دابا اعلاميا خص كلشي يتحمل مسؤوليته. الان حنا تحملنا مسؤوليتنا، وكما قلت لك الناس اللي جابوا هاد لي دوكيمون كيهضروا على ان حياتهم في خطر. حنا داخل الجمعيه تحملنا هذه المسؤوليه. اذا كتبلغوا دابا على هذا طبعا الامر هذا، وخاص النيابه العامه والسلطات تتفاعل معكم. بقى شي نقطه اخرى في هذا الجانب هذا السعيد ولا نمشيو للسي؟ لا هذا هو الملف، ننتظر. كنظن بلي المجتمع المدني يجب ان يتحرك، لان هذا كيهم المغاربه كاملين، بما فيها الهيئه ديال المحامين، بما فيها كل من يدافع على الحق في الحياه، يجب ان يتحرك بهذا الملف.